الأهم أن تنادي. في المقهى الثقافي ربيع السيسي لإذكاء الحوار. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله المساء. أهلا ومرحبا بكم مع سهرة جديدة هو المقهى الثقافي من القاهرة. سيداتي وسادتي، يسعدني كل السعادة أن أستكمل اللقاء مع ضيوفنا الكرام، الشاعر والناقد الأستاذ محمد الشحات محمد، عضو اتحاد الكتاب رئيس نادي أدب المرج، والناقد الأدبي الدكتور خالد البوهي، والشاعر العامية المصرية الأستاذ محمد فهمي ليبة. أهلا بكم مجددا. أهلا بك. أستاذ محمد شحات، أنت رئيس نادي أدب المرج. السؤال: هل وصل قطار الثورة إلى المؤسسات الثقافية في مصر؟ للأسف لم يصل، وهذا الكلام بناء عن وقائع احنا شايفينها. إذا قلنا نوادي الأدب، ولتكن نوادي الأدب بالقاهرة، القاهرة كل اللي كان فيها بعد الثورة مباشرة ما كانش فيها نادي أدب واحد، وهو نادي أدب المرج. ازاي؟ نادي أدب رود الفرج صدر أولا في كم نادي أدب في القاهرة؟ حاليا 9، بس بعد ضم حلوان وحلوان عودتها لمحافظة القاهرة كانت بتضم لوحدها 3 نوادي. يعني القاهرة من غير حلوان كان فيها 6؟ بعد الثورة عطوها نادي واحد، بعد الثورة مشاركة كان نادي واحد. بعد كده بعد الثورة حصل 6 وأضيف 3 اللي هم يتبعوا حلوان. ماشي. فحاليا بوجودها لكن استمر لما بعد الثورة حتى شهر سبتمبر مفيش غير نادي واحد اللي قائم، ده يعني فينا الثورة. وبعد سبتمبر ماذا حدث؟ بعد كده بدأ بقى ايه الانتخابات الورقية لاعتماد افتتاح نوادي جديدة في السلام، في رود الفرج، في المطرية اتعمل انتخابات برضه لحسابات في النوادي اتعملت بقى جديدة في مصر الجديدة. كل هذا الكلام بعد سبتمبر. طب ما كويس برضه في نوادي ادب يعني جديدة تم افتتاحها وانتخابات جديدة، يعني ما المشكلة في هذا الشأن؟ يعني المشكلة ان الثورة كان في يناير، في مشاركة الثقافة لحد سبتمبر. دي جزئية. الجزئية الثانية، إذا كان نوادي الأدب معطلة يبقى دي التبعية. يعني الثقافة بدأت بعد سبتمبر؟ دي الحقيقة. الثقافة يعني أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي يعني. ولكن الثقافة لم تشترك فعليا في الثورة إلا فرقة فنية في ميدان التحرير، وإذا كان بعد الثورة في شهرين. نوادي الأدب ما زالت زي ما هي. النثر الإقليمي، ودي مشكلة تانية برضه. النثر الإقليمي ما زال إنك بتقدم بعض الكتب، مفروض إنك بتفتح بعد الثورة بقى لأعضاء النوادي أو لأعضاء اللي خارج، اللي هم مش أعضاء النوادي أصلا، مش شرط يكون مرتبط النادي، واللي هم ما اتصلش بيهم. ادي الأسماء الجديدة، الشباب الجديد، شباب الثورة. طيب هو نوادي الأدب ما اعتقد بيبقى لها منشور، لها مجلة خاصة، يعني كل نادي أدب ليه مجلة خاصة بيه بينشر فيها، يعني متاح له هذا؟ لا، من الميزانية بتاعته. لا هو الميزانية بتتعمل للمحاضرات فقط. انا مش في اصدار لكل نادي ادب، في اصدار ادبي دلوقتي. هو اتعمل اخيرا مؤخرا دلوقتي ان في لكل محافظة، لكل فرع يتبع محافظة في مجلة فصلية. يعني محافظة القاهرة كل 3 شهور بتطلع مجلة، محافظة الفيوم وهكذا كل محافظة. يعني اذا نادي الادب لا ليس مستقل، بس اعتقد قبل ذلك كانت هناك اصدارات. كان قبل كده. وبعدين على فكرة ساعة ما اصدروا ان المجلة الفصلية لكل محافظة المفروض تبدأ من العام كان من شهر يوليو، من شهر 7 ما ابتعدش لها غير في شهر 10، وبالتالي كانوا مستعجلين عشان يطلعوا العددين مع بعضهم، وانتهى العام 2011 بخير. بدأنا في 2012 إذا بس لسه صدر العددين. طب أستاذ محمد فهمي ليبة، انت شايف ان التنظيمات اللي زي نادي الادب دي يعني مجرد منظرة وجهة؟ لا، مش هو العملية كلها ان مفيش اهتمام بيها اصلا. والميزانية مش فيها رئيس يا استاذ محمد؟ ما هو فيها رئيس مجلس ادارة واعضاء منتخبين وكل هذه الامور، وميزانية مالية صحيح ضئيلة لكن موجودة. ما بتساعدش انك انت تخلي تنمو نادي الادب بحيث انه كام الميزانية يا استاذ محمد؟ رئيس مجلس ادارة نادي من كام الميزانية لمدة كانت 3000 على حسب 3000 بيتقسم على 3 خطط. كل خطة بيتعمل وبتصرف ل 1000 جنيه. ولكن المقصود
المقصود برضه معلش ما بتكلمش على الماديات. وده بقى مش محتاجين فلوس، هم يقدروا يجمعوهم بيدوهم المشروع مع نفسهم اذا قرروا يعملوا. لكن اذا كانت الكلمه مع اخي محمد فهمي علينا، فاذا طبقنا عليه هو مثال، ما زالت الثوره برضه، ما زالت الميزانيات، وما زالت عدم التنظيم مش في النادي بتاعه. هو عضو نادي ادب دسوق، ده المفروض بيمثل نادي ادب دسوق في المؤتمر، ده المفروض المؤتمر اللي هو انتهى في نهايه 2011. ده المفروض كمان لما تيجي للجد بعد ما تم ترشيحه انه يمثل نادي الادب، تم حل الجمعيه العموميه لنادي الادب اصلا وهو اسمه مشير. فتيجي حتى لشكله كيف يمثل نادي ادب وهو مش عضو في الجمعيه العموميه؟ يبقى ده برضه تخبط من الثقافه. مش تخبط. طيب استاذ محمد، صحيح الحته دي تضر شويه، هو كان عايز يمثل برضه حتى مش مشكله يعني حتى لو هو عضو هي المعلومه عشان تبقى واضحه، اسماء راحت قبل حل المجلس. تمام، بس محمد قال كده برضه التخبط قال كده قبل اسماء راحت واتثبتت، فخلاص اللي راح هو اللي طلع. انما بصرف النظر عن كونه يعيد انتخابه عضوا ام لا. لا مش كده، مش مشكله، ما فيش من اسبوع يعني هو تم الحل فقط. تم الحل فقط، حل لسه فقط، لسه مفيش انتخابات عليه. يا فندم هو ما قصدش انتخابات، كمعنى ان هو مثل في نادي يبقى على الاقل اضعف الايمان ان هو عضو جمعيه عموميه. انا هنا مش بنتخب لمجلس الاداره، انا مش بطالب ان محمد فهمي. طب ما هو عضو، بس هو عضو جمعيه عموميه. لا طب ما ازاي يا فندم احنا مش بنتكلم على دلوقتي هنا ده حل النادي بالكامل. مش لا انا فهمت ان ما حل هو مجلس الاداره فقط. لا يعني النادي برمته ولم يعد له وجود. اجي اعضاء الجمعيه العموميه اقرا محمد فهمي عليبه مش موجود في وسطيهم. انت طبعا الاستاذ محمد هو اللي هيتكلم، هو صاحب المشكله، هو اللي هيتكلم على كده. اتفضل يا محمد، اتفضل. الادويه بس الجمعيه العموميه بتاعت نادي الادب فقط هي اللي اتجددت من قيمه اسبوع كده، واتحلت على اساس انتخبوا اعضاء جداد بعيدا عن اللي كانوا قبل الثوره. تمام. انما هو احنا اسمائنا اتسجلت وطلعت واتكتبت، والجمعيه العموميه بتاعتنا كانت شغاله. طيب عضو في الجمعيه العموميه. سأعود الى النقطه الرئيسيه. هل انت ترى ان هذه التنظيمات هي هلاميه وليست لها فاعليه ام لها فاعليه؟ واذا ما كانت موجوده فما هي؟ لا، هو الفاعليه مش لو في فاعليه فبترجع للشعراء نفسهم وابداعاتهم. انما الفاعليه لو من النادي نفسه او من الخدمات اللي بتقدمها الثقافه نفسها فهي ما بتذكرش. اولا انت اتكلمت في حاجه كويسه جدا، ان ما فيش طباعه. كان في طباعه الاول لنوادي الادب، دلوقتي ما عادش فيه نظرا للامكانيات الماديه، او الله اعلم بقى بيبقى لها رصيد وما بيبانش. المهم انها اختفت. ما غير يعني الطباعه كانت موجوده واختفت من غير ما حد يعرف اختفت ليه. طيب ندخل على واحد الشهر بقى. سمعنا ايه؟ اسمعك حاجه قديمه بقى قبل الثوره. مش انت كنت بتحذر علينا نزقهم. لا احنا هنا كنا بنزلك كل حاجه انت عارف. اتفضل. بقول ماتش الكوره نفس الهدف نفس الصوره، يا ام شمتانه في همك حطاني في العين العوره، ورغم انك مكسوره وهدف في جونك بالطوره، ما قلنا حرمنا كفايه نرقص ونغني ونجري ونغمى عينينا، بص وشوف الهجم علينا، راس الحربة خطف الكورة من رجلينا، شطح صاروخ، شوف الكورة عدت خط المرمى، خدت الشبكة وطلعت بره وسكنت جوه في قلب البصرة وجت في النشرة. اما الهجمة التانية كانت قبل الاولى بساعة، قلنا اشاعة جت في اذاعة، اما في وسط الهجمة التالتة انحدف الطوبة، قالوا ارهابي بعين معصوبة، ايه هتغير بس الطوبة، ده نتيجة المباراة محسوبة، ان فريقنا يطلع بره وجت في النشرة، يا دي الخيبة ويا دي الحسرة، رافع ايده وحكم الدورة وصفر صفرة، كل فريقنا اتصب الصفرة، فالح بس في هز الخسرة، وراس الحربة بتاعنا النايم خلف المرمى بتاعهم بيشجعهم، رغم اصابته في ايده وقلبه رافض يطلع للتغيير، رافض انه يكون له بديل، ولا بيحس ولا بيغير ولا بيبص على الجماهير، ورغم ان الجماهير بفورطة لكن صمتة، تاكل صمتة، تشرب صمتة، وتنام صمتة، واكبر غلطة ولا الادهى لما بتصرخ صمتة، تصرخ صمتة، تصرخ صمتة. عظيم جدا. بس تسمح لي اقول لك حاجه بقى؟ اقول اتفضل. اتفضل. استاذ محمد ربما يتذكر، ما تجاملنيش ولا الدكتور خالد، هذه القصيدة اذيعت في المقهى الثقافي من 3 سنوات، وذيعت ومسجله وعند الموقع بتاعها. فلا تظلمني
ومسجلة. يبقى في ندوة بقى. لا مسجلة. هو بس يعني توكيدا لكلمة الأستاذ ربيع، برنامج المقهى الثقافي بالفعل قبل التنحي أنا قلت قصيدة وكنت متخوف جدا إن هي مش هتتذاع. فعلا كنت من طوالب الرئيس بالتنحي لأن الفساد انتشر وحاجات، وكنا بنتكلم كلام أنا كنت متأكد. ووضعنا يعني كما يقولون الأرواح على الأكف. ليس هذا يعني ادعاء لبطولة ولا شيء، إنما هو قدر المستطاع يعني. وإن كان أنا لا أقصد أن أنا أبخس حق. لا طبعا أنا أداعبك يعني. فعلا